وبعدين اعمل ايه مع الناس دي كلها؟ الناس مش عايزه تجيب فلوس، داخله في 4 شهور اهو لغايه دلوقتي ما جابوش فلوس. الواحد يعمل ايه في الناس دي؟ مرن عليه. حتى الست دي قالت لي بعد العيد هجيب لك، وبقى لها ده رابع شهر اهو ما جابتش الفلوس. 5 800. الو. وبعدين يا مدام هبه، وانا كل ما اكلمك هتقولي لي معلش بكره حاضر هجيب لك؟ ده الشهر الرابع. لا كده مش هينفع. ما هو انا كمان عليا التزامات، هعمل ايه؟ ده مش ذنبي. حضرتك خدتي حاجات بالقسط، المفروض تدفعي القسط في ميعاده. ما تحكيليش اي ظروف، انا ماليش دعوه. انا عليا التزامات، لو انت ما دفعتيش وغيرك ما دفعش انا مش هعرف برضو ادفع الفلوس اللي عليا. ما هو انا جايب قرض وبدفع فلوس. طب انا ذنبي ايه؟ حضرتك عليكي 4 شهور دلوقتي ب 1000 جنيه ب 4000 جنيه. مفيش حاجه اسمها كده. هتجيبي لي اللي معاكي ايه؟ هو انا بشحت؟ ده حقي. لا انا عايز القسط على بعض. الاربع اقساط دول تجيبهم لي على بعض. مفيش حاجه اسمها هجيلك هتعملي لي ايه؟ بقول لك ايه، الفلوس لو ما جاتش بكره كلها على بعضها انا هرفع القسط. ما تحكيليش اي كلام تاني. سلام. اوه. ترى مين اللي جاي دلوقتي؟ مين؟ نعم يا مدام هبه. بالله عليك يا استاذ عمرو، طلب واحد بس، طلب واحد بس. اتفضلي اموري. استنى عليا شويه، والله انا مش معايا فلوس. اعمل لك ايه يعني انا؟ ما انا لو معايا فلوس ما كنتش هتذل ليك كده وهاجي لغايه البيت عندك. حضرتك انا عليا التزامات زيك بالظبط. عليك والنبي ما ترفع الوصل، انا عندي عيال صغيره ومش عارفه اربيهم والله ومش الكلام عارفه اصرف عليهم. الكلام ده مش هيفيد بقى. عشان خاطري والنبي الكلام ده مش هيفيد بحاجه معايا. طب بص اصبر عليا بس اسبوع. امال ساعتها كنت فاتحالي وعماله تقولي لي هات واعمل وودي. انا ماليش دعوه، انا عليا التزامات. لو ما دفعتش الفلوس دي بكره الظهر انا هحبسك. انا عندي عيال صغيره، لو اتسجنت اسيبهم لمين؟ وانا مش هتحبس مكانك. يلا يا ست انت اتكلي على الله. في ربنا بس تقبل مني دول بس. هقبل منك ايه وانا بشحت منك يا ست انت؟ عقبال ما اجيب بقيه المبلغ. كام دول ان شاء الله؟ دول 400 جنيه والله، دول اللي معايا والله العظيم. حضرتك عليك 4000 جنيه جاي لي 400 جنيه. والله ما معايا حتى اكل للعيال والله خالص. انا مال انا الفلوس دي اتكلي على الله. عليك 4000 جنيه جايبه لي 400 جنيه، والفلوس لو ما جاتش بكره انا هرفع الوصل عليك، خلي بالك. يلا. طيب ميعادك بكره الظهر. لو ما جاتليش الفلوس ما تحكيليش اي حاجه، تتصرفي تشحتيهم تستلفيهم، انا ماليش فيه. الفلوس تجي لي بكره الظهر، ماليش دعوه. ولو لقيت تليفونك مقفول يبقى ده اخر حاجه ليكي معايا. هرفع الوصل يعني هرفع الوصل. اتكل على الله. يلا يلا. عيني الست دي صعبان عليا قوي، مش معاها فلوس عشان تأكل عيالها. وايه اللي بابا بيعمله ده؟ انا لازم اروح اكلمه. منك لله يا ست مستفزه، عصبتيني وضايقتيني. مش عارف والله، اما اشوف غيرها كمان لسه. بابا. نعم يا جنى. انا كنت عايزه كده اقول لك حاجه، يعني شكلها غلبانه وبالراحه عليها شويه. طب اعمل ايه يا جنى؟ عليا التزامات يا جنى ولازم ادفع الفلوس دي، هعمل ايه طيب؟ شكلها غلبانه وفعلا كلامها يقول ان هي عندها عيال يتامى. والله يا جنى هعمل ايه غصب عني، ما انا عليا التزامات برضه، ولو ما دفعتش الفلوس دي انا هتحبس. اصبر عليها شويه وان شاء الله ربنا يرزقك. يا رب يا حبيبتي. ماشي انا هصبر عليها وربنا يسهل ان شاء الله باذن الله، ويا ريت كلنا نستحمل بعض. لو الناس كلها تستحمل بعض الدنيا هتمشي. انا هكلمها في التليفون دلوقتي واعتذر لها واقول لها مفيش مشكله هصبر عليك.
ماشي. واذا كنت قادر ان انت تصبر على الناس لغايه ما يدفعوا وتيسر عليهم الامور، اكيد ربنا برضو هيوقف لك ولاد الحلال اللي ييسروا لك امورك ويعدوك من ازمتك. فبلاش تبقى جشع، وبلاش ان انت تتعصب على الناس وتزعق لهم وتكلمهم بطريقه وحشه. كلنا من بعض، فبلاش تبقى انت شايف نفسك وبتتغطرس عشان ماسك على الناس وصل او حاجه وتقدر ان انت تحبسه. اكيد برضو ربنا هيبعت لك اللي هيذلك وهيكسرك، فبلاش.